بنتي والله نطبوا عليها العجز ومع جذا. والله اني تفاجئت. العلم قال ان والله حنا من اهل هالدير هذه غرب، وعمل لهم الله يحمانا وياكم شر الشرور عظيم الامر. وبيتهم والله اني خبره فوق 35 سنه، يمكن انا ويا سوي تو مسجلين بالشرط. وهاللون وهاللون، واليوم تكفى يا فلان. وتقضي هالقبايل الا فهد الناس، والله ما عرفه لو يجي هذا. شلون؟ قالوا هاللون. قلت نروح نباشر ان شاء الله يبي يجي الخبر. والله يا فلان. ويوم قام قلت روحوا للبيت، قالوا لا والله نبي نسري. قلت بكره ان شاء الله يبي يجي الخبر. بشاية الواحدة لحد. شمر، عنزه، عتيبه، القبائل كلها يا ابو كاتب والله ما فيه الا فحل. ونحن في الجميع يعلم الله. والقبائل كلها فيها خير. كل دون عنيف. ايش كان اقول لك وقت الحاجه. والله قلت لو ما انت بن براك فهد لك علوم، حيث من اللي يرتكي لك زقايل، وحنا العرب لنا قوانين وسلوم، ونرخاك وقت الضيج يا ابن الحمايل. يشهد لكم ماضي زمانك الى اليوم، ويشهد على ما اقول كل القبايل يا ابن ناهز يفزع كل مهضوم. وشلون يهدم بيت حضره عوايل، لا يا فهد زيزوم من ساس زيزوم. وسلالة البراك نعم السلايل، لو انها بالبيع والسوم لسوم، لشريه لو ان بالمال لو كان طايل. وانا اعرف ان يافت الجود مظلوم، وعم تبير القوم سوى هوايل. وتم الجواب. اني نظمت على ورسالتي تصلت عبر الرسائل. والله يوم جت الساعة 12 والله يوم دق، انا رسلتها عليه تقريبا الساعة 8:30. يا والله مكلم وشلونك يا فلان عساك طيب؟ قلت فهد. قال نعم. قلت والله نعم يا ابوها ناهس. قال والله يوم تكلمني انا والامير على الحد ولا عندي اتصال. الموضوع وشو؟ قلت والله الموضوع كيد. قال سهل ان شاء الله. بشاية الله انها تبي تنتهي، والعمل يسوى الهوى يبي يصير ولد من ولده. وبشاية الله عز وجل لا شك باتر رح لفلان، واروح لفلان ويجيب لك عمهم وتنتهي. والله ما طلعنا الا هم حابين يده. الله